النهارده هقول لكم على وصفه للكفته جميله جدا وبكميه كبيره، وهتطلع معاكم كميه كبيره جدا. الكفته بالبرغل بطريقه سهله واقتصاديه، وبطريقه كده حلوه هتطلعها معاكم طريه وجوسي. وهقول لكم على طريقه تسويتها، وهقول لكم على المكونات الاساسيه اللي فيها اللي بتديها طعم تحفه، وبطريقه حلوه اقتصاديه خالص. هتعملوا الكميه الحلوه دي من نص كيلو، طلعت معانا الكميه الكبيره دي تنفع معانا في العزومه. طريقه تحفه. عايزاكم بس تخشوا على القناة، ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. ولو هتعجبكم عجبكم جدا، متنسوناش في اللايك والاشتراك. هتعجبكم زي ما بنتي ما قالت كده، وهتعجبكم جدا. الطريقة بتاعتنا طريقة سهلة وبسيطة، ولو طفلة صغيرة دخلت المطبخ هتعرف تعملها. يلا بينا على الوصفة. عندي بقى بصلتين حجم صغير، مش كبار، وعندي 3 فصوص توم ونص قرن من الفلفل. هفرمهم، لو عندكم بقدونس كمان حطوا معاهم، انا ما كانش عندي بقدونس. همسك البصله والثوم والفلفل واروح جايه فرماهم كويس في الكبه. انا عايزاهم يكونوا ناعمين. فرمتهم اهمت ومخليهم ناعمين خالص. عندي بقى نص كوبايه برغل، حوالي 6 معالق كده كبار على نص كيلو لحم. همسكهم ادوم شطفه بس، واروح جايه حطاهم على البصل بالفلفل بالثوم اللي احنا فارمينه، واروح جايه منزلاهم. انا طبعا ما صفيتش ميه البصل، انا نزلتهم كلهم مع بعض عشان ميه البصل هي اللي هتطري لي البرغل معانا، فانا محتاجاه، فطبعا مش هنصفيه. والفلفل بيديله طعم حلو هو والثوم. هحط بقى التوابل عليه بعد ما قلبتهم كده في البصل. عندي معلقه كبيره كده من بهارات الكفته، من اللي هي الاكياس اللي بتبقى جاهزه دي، بتديها طعم حلو. معلقه ونص كده بالكتير بتحطها على نص كيلو لحمه. وعندي معلقه كبيره، هي تعتبر معلقه كبيره من البابريكا، ولو عندك بابريكا مدخنه بتبقى طعمها حلو برضو. دي كانت بابريكا ساده. وعندي فلفل، احط برضو معلقه صغيره، والملح معلقه برضو صغيره، بلاش تكتروا الملح في الكفته عشان ما تحداش معانا وما يبقاش طعمها مش حلو. والملح والفلفل، وممكن تحطي شعره بسيطه خالص من الكزبره. بالطريقه دي بمسك التوابل دي، بروح جايه انت بايديكي بقى. انا عجنتها كده بالمعلقه، بس انت بايديكي عشان تنزل ميه البصل. دي بهارات، نص معلقه كده من البهارات بتاعه اللحمه برضو حطيتها معاها، وقلبت بقى كويس. انت بايديكي احسن، يعني بايديكي علشان تنزلي كمان الميه اللي بتبقى في البصل. الميه دي عشان الميه ديت اللي بتسويلك بتطرلك البرغل، تخليه طري معاك. نمسك المكونات دي بنقلبها كويس، وبنسيبها بقى في التلاجة نص ساعة لو انت مش مستعجلة. بتنزل بقى طعم التوابل، وبتنزل في البصل. معلش انا اللقطة دي دخلت في اللقطة دي، كنت بصور بعمل لكم وصفة تانية، مش عارفة ايه اللي جابها اصلا هنا. انا اتفاجئت باللقطة دي. ما علينا، انا كانت الوصفه برضو كنت منزلها لكم على القناه. انا كنت بوريكم ساعتها القرص، كانت كنت هعمل وصفه كوكيز، كنت تدخلوا برضو على القناه وشوفوها. جميله جدا وسهله ومن غير زيت، وبطريقه اقتصاديه وسهله جدا. فانا بقى مسكت البصل هنا وعجنته كويس علشان يشرب من التوابل دي. ولو عندك حته ليا ممكن تبشريها بقى برضو في الوقت ده، بتبشريها عليها بتطعم برضو، كلها بتديكي طعم حلو. بس انا كنت مستكفيه باللحمه. بعد ما قعدت بقى التوابل دي قعدتها حوالي ساعه عشان تشرب بس من التتبيله والبصل والبرغل يطرى معاها. عند اللحمه انتوا شايفين اللحمه فيها نسبه دهون، عشان كده انا ما بشرتش ليه ولا كده ولا حطيتها. انت لو اللحمه بتاعتك حمراء، انت بتجيبي حوالي 100 جرام كده من الليه او من الدهن او من البوش، بتخليه الجزار يفرمه معاك. ودي معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، بتدي طراوه حلوه للكفته، خليها هشه وطريه كده برضك معانا. وهقلب بقى كل المكونات ديت مع بعض، واعجنها كويس فيها عشان تطعم. واحسن حاجه هعجنها كمان في الكبه. بص اللحمه حمرا، بس عاملها لي برضو فيها نسبه سمين، انا طالباها منه كده عشان تدينا طعم. فهناخد المكونات ديت هنضربها في الكبه. انت لما بتضربوها في الكبه بتبقى احسن لكي. مفيش كبه طبعا وكده، مش لازم يعني، مش شرط بايديكي، وتنيكي تعجني فيها كويس زي ما بنعجنها كده، وتنيكي تعجني فيها لحد ما بتحسي اللي فيها زي انسجه كده وخيوط. تلاقيها نعمل مكونات نعمت قوي، وفي خيوط تشد قطعه اللحمه كده من بعضها، تحسي اللي فيها زي ما تكون خيوط كده بتتشد معاكي.
زي ما انتوا بالشكل ده. انا بقى مسكها دلوقتي وفي قلب الكبه، يعني كمني كنت فارمه البصل، فانا قلت بقى بالمره يعني بعدها سبتها وقلت افرم فيها يعني. انا الكاميرا بس كانت معصلجه معايا. انا خدتها في الكبه اهوت وفرمتها كويس. شايفين الخيوط اللي فيها وشايفين هي طريت معانا ازاي. احنا عايزينها كده عشان ما تقعش معانا من على السيخ لو احنا هنشويها، او من التصبيع، او تفك معانا. هسيبها بقى وافضيها، تشيلها من قلب الكبه وافضيها واحطها في التلاجة تتسمغ معانا عشان ما تفكش ولا تسيب من معانا واحنا بنعملها. هسيبها برضو حوالي نص ساعة. على فكرة انتوا ممكن تعملوها من مثلا من بالليل وتسيبوها وتعملوها الصبح لو انتوا هتعملوا الغدا الصبح يعني الظهر تاني يوم وكده، او عندك عزومة وعايزة تنجزي في الوقت، بتبقى احلى كمان واطعم. بتديكي طعم حلو يعني، بتبقى كل المكونات دي شاربة من بعضها. والبرغل اللي بيبقى طري بقى طري معانا، هو كده كده مش باين. احنا نعمناه ولما سيبناه في المية بتاعت البصل والبصل بيطرى معانا. بس بتدي بقى لما بتبيتيها بتديكي طعم كمان احلى. ينفع تخزنيها بالوضع ده. عايزه تصبعيها بتصبعيها وتروحي جايه حطاها في اطباق ومخزناها في التلاجة. بتأثر عليكي وقت بقى لو انت مش فاضيه وراكي مشوار وكده، وتروحي جايه مطلعاها وتسويها. انا هسيبها بقى ادخلها. انا اوريكم بقى اللي هي إيه الماده اللي احنا هنعصق بس بيها كده، اللي هنصبع بيها. شويه ميه حطيت عليهم معلقتين زيت ومعلقه صلصه عشان تحمر معايا اللون، وشويه توابل، ملح وفلفل، ملح مش كتير بس، وشويه